6 حاجات عجبوني في مسلسل وان بيس الواقعي. الجزء الأول. أول حاجة عجبتني في المسلسل بداية المسلسل زي الأنمي بالظبط، إعدام جولد روجر. بس الحتة اللي عجبتني إن في المسلسل جارب نائب الأدميرال وبطل البحرية واللي قبض على جولد روجر موجود في منصة الإعدام، عكس الأنمي اللي ما كانش موجود فيه غير المعدمين بس. فحرفيا حاجة غريبة جدا ومش منطقية إن شخصية قوية زي جولد روجر ما يكونش فيه رتبة زي أدميرال أو نائب أدميرال موجود يحضر الإعدام. تاني حاجة عجبتني هي تقديمة زورو في المسلسل. لما مستر سيفن عضو باروك ووركس دعاه ان هو ينضم للمنظمة بتاعتهم، وطبعا زورو رفض وقامت بعركة وانتهت بنهاية مش لطيفة خالص لمستر سيفن. والمشهد ده حقيقي ما كانش موجود في الانمي، بس اتلمح عنه في الانمي في ارك الاباستا على لسان مستر وان. تالت حاجة عجبتني ان شخصية نامي ظاهرة من الاول كشخصية رئيسية وموجودة مع لوفي وزورو.